حضر العالم المصري الدكتور أحمد زويل يوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم كف القمر، وفوجئ الحضور بدخول زويل إلى قاعة العرض بمجمع السينمات في ستارز مول قبل العرض بدقائق. فما كان من خالد يوسف مخرج كف القمر إلا أنه أوقف التسجيل مع جميع الإعلاميين وانفرد بالعالم الكبير في غرفة ملحقة بالسينما حتى بدأ الفيلم. أنا بالنسبة لي ما بهتمش قوي بالعروض بتاعة المهرجانات. أهم حاجة العرض الجماهيري، يعني العرض الجماهيري هو اللي بيطمني الفيلم عجب أو ما عجبش، الناس زهقت ولا ما زهقتش، الناس أعجبت بالفيلم ورسالته وتمثيله ومخرجه وقصته ولا لا. الجمهور هو المحك الأساسي مش المهرجانات، فبالتالي أنا دايما ببقى يعني قلقان لغاية ما الفيلم ملك الجمهور كده وأشوف الاستحسان من الجمهور. هنا أنا بطمن وبرتاح، قبلها ما برتاحش. أنا اللي غورتهم وبيدي رميتهم، عميت عينيا وأنا بقطع كفي. زي ما سلمت إخواتي هرجعهم لك في كفك. أنا ما بؤمنش إن في جمهور العيد بيحب نوعية معينة وما بيحبش نوعية معينة، وأنا أفلامي طول عمرها بتنزل في وسط كبار النجوم، الحمد لله كانت بتحقق إيرادات كبيرة جدا يعني، وساعات كمان كانت بتتفوق في بعض الأحيان. فأنا دايما بقول إن أسباب نجاح أي فيلم جواه وأسباب فشله جواه. لو الفيلم ده يستاهل النجاح الناس هتنجحه، لو ما يستاهلش النجاح مش هينجح، ولا هيفرق معاه موسم ولا هيفرق معاه المنافسة. يفرق مع الفيلم ذاته. لو الفيلم كويس الناس هتقبل عليه، مش كويس مش هينجح. حافظ عيالي يا ذكري. امك ما عملتش فينا غير كل حاجه. عملت، خلتنا نسيب جذورنا وسلمت رجبينا للكبير، وبامرها بيجي يواسي علينا وبيتحكم فينا بهواه. انت صح اخونا الكبير، بس ما كناش نعرف ان الكبير كمان في وثاقته. كف القمر النهارده الافتتاح، ما عنديش كلام اقوله غير ان ربنا يوفقنا جميعا، ودايما شاشه روتانا معانا وانا ما بتاخرش ابدا عنها لانها دايما بالخير واصدقائي فيها طبعا ما اقدرش ابدا اتاخر عنكم. ونعروني وزلوني. ما سالتش قمر بردانه ولا الشمس كلت وشها؟ بتها تنهب ولا لسه عمرها؟ الف مبروك. يا رب يعجب الناس ان شاء الله باذن الله. كل العاملين في الفيلم تعبوا، كل المجهود ده هيروح لما يعجب الناس ان شاء الله. المرة دي انا جاهز ومعايا فلوس كتير. يا لهوي برضه مش مسامحك. تعبت سنيش. اقول الف مبروك لكل الممثلين اللي في الفيلم والاسره الفيلم، وانا يشرفني ان انا اشتركت في الفيلم ده مع النخبه الكبيره دي من الاساتذه الكبار، ومع الاستاذ خالد يوسف والاستاذ خالد صالح حبيب قلبي. احنا طول حياتنا ماشيين وراه، جرب تمشي ورانا مره يمكن نفيدوك. بس انا ده عندي السر وشايله في قلبي. سر ايه ده اللي انت عايشه ومصدقه؟ عايز اشد منك المزازه. لو هوقت عندهم هيضربوك بالنار. برضك رايح. جننت يا عبد القادر. اولا طبعا سعيد جدا ان انا بشارك مع الاستاذ خالد يوسف في فيلم كف القمر. طبعا مخرج كبير، مش انا اللي هتكلم عنه، افلامه بتحقق جماهيريه كبيره جدا، وبقى فرصه بيعيد اكتشاف، هو من نوعيه المخرجين اللي بيعيدوا اكتشاف الممثلين بشكل مختلف، وانا بحاول ادور دايما ان انا عايز اعمل ادوار مختلفه وادوار متنوعه، والحمد لله جالي دور انا اتخضيت منه، ان كمان الاستاذ خالد شايفني في ان انا ممكن اعمل دور صعيدي ويكون دور بالعمق ده. فطبعا بكر القط، اسمي بكر، وهو ولد صعيدي مش متعلم، جاهل، طبعا فقير، بينتمي لطبقه الفقيره، وشخصيه طيبه جدا وحساسه جدا، وشخصيه رماديه ما مالوش راي، ما بيعرفش يقول او لا. وبنشوف ان هو بيسافر القاهره ونشوف ايه اللي بيحصل له مع اخواته ومع المجتمع اللي بيعيش فيه، فشخصيه جديده جدا عليا على مستوى ابعادها وعلى مستوى الحاجات اللي بتحصل لها في دراما الفيلم، وان هو يعني انه صعيدي. اتمنى ان هو يعني انا الفيلم ده ان انا بعمل دور مختلف غير اللي الناس متعوده ان انا اعمله، يعني الحاجات اللي ممكن ابقى ناس حاسه ان انا ممكن اعمل ادوار دي، فدي حاجه غريبه شويه. اتمنى ان هو يحطني في منطقه ان انا ممكن اعمل يعني ادوار متنوعه يعني. محدش يعرف ياخد بطار ابوكم غيري. خلي رجالتك انتوا خلقوك قدام عينيك. يا اخي المره هقول لك فيها ما عايزك تروح على لوحدك يا سكري. البيت محتاج اخوات، فيش يد واحده هتعرف تبنيه.
عند انتهاء مشاهدة فيلم كف القمر اصطحب خالد يوسف العالم المصري أحمد زويل حتى خرج معا من المول يوصله لسيارته، ليعود خالد يوسف ويكمل التسجيل مع الإعلاميين والصحفيين المتواجدين بمكان العرض الخاص لفيلمه. وحضر حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعدد من النشطاء السياسيين غير الفنانين ونجوم الوسط الفني. يذكر أن كف القمر من بطولة خالد صالح وغادة عبد الرازق وحسن الرداد ووفاء عامر وحورية فرغلي وصبري فواز، وسيناريو وحوار ناصر عبد الرحمن وإخراج خالد يوسف. والله خالد يوسف مخرج يعني عينه طيبة وبيحترم المواهب وبيحب الممثل ويدير الممثل قدام الكاميرا بشكل مستمر ودايم، وده بيخلي في النهاية نتيجة الشغل الممثل بيطلع شكله كويس. غير ان انا علاقتي بيه علاقة انسانية طيبة، يعني انا صاحبه وفي بينا صداقة انسانية كمان بره فكرة الشغل. امك اللي حشاني عنك يا ذكري، لولا كده كنت دفنتك مكانك. جودة الأخ التاني من الخمسة اللي عنده مشكلة دايما مع إنه الكبير هو اللي مسيطر، وكان نفسه يبقى هو الكبير. حتى الحيط عايزين تسرقوه، الله يحرق ابوكم. دلوقتي جيت أنا اللي ضيعته. الفرق بيني وبينك إنك غيران مني. عايزه اقول الحمد لله، الفيلم سمع جدا وانا فرحانه جدا بالصدى اللي شفته النهارده في السينما، وبدعوكم لمشاهده كف قمر ان شاء الله باذن الله نفهم منه رساله مهمه جدا. ان شاء الله الشباب الجميل ده فاهم معنى الفيلم وفاهم ان في الاتحاد قوه وايد وحدها ما تبنيش، ويا رب تكون الرساله وصلت زي ما وصلتني انا كمان بعد كمان ما اتفرجت وبعد ما مثلت. ولا بطنها ولدي قتلتيها خاطئه. عايزه اقول ان انا مبسوطه بيها قوي، ما شاء الله عليها. طول الفيلم يمكن مش موجوده طول الفيلم، بس طول الفيلم اسمها بيفكرني بيها. بص انا مش قادره، فرحانه جدا، الفيلم تحفه بجد بجد. مبروك ليهم كلهم، انا فرحانه بيها قوي. انا اللي غورتهم وبيدي رميتهم، عميت عينيا وانا بقطع كفي. زي ما اسلمت اخواتي هرجعهم لك في كفك. انا عايز اقول ان كلهم الحقيقه اساتذه، انا كنت حاسس بالضآلة وانا بتفرج عليهم، يعني مجموعه من الفنانين اللي تفخر بيهم مصر، ومخرج عظيم وسيناريست رائع، ويا رب بقى الفيلم جماهيريا يلاقي الصدى اللي يستحق التعب اللي تعبناه فيه. تنعروني وزلوني. ما سألتش قمر بردانة ولا الشمس كلت وشها؟ بتها تنهب ولا لسه عمرها؟ أنا سعيد لأن الفيلم مختلف، فيلم محترم جدا جدا. كلهم في الفيلم متألقين طبعا، والمخرج عامل حالة وصورة إبداعية جميلة جدا، ومدير التصوير طبعا معاه عاملين حاجة جميلة، راسمين صورة للأشياء اللي يعني ضرتنا في الفترة اللي فاتت لما تفككنا كلنا، يعني حصل حاجات لازم نرجع تاني نبقى ايد واحدة عشان نجد مكاننا في وسط العالم. يعني احنا طول حياتنا ماشيين وراك، جرب تمشي ورانا مرة يمكن نفيدوك. بس انا ده عندي السر وشايله في قلبي. سر ايه ده اللي انت عايشه ومصدقه؟ عايز اشد منك المساسه. لو هوقت عندهم حيضربوك بالنار. برضك رايح جننت يا عبد القادر. هو فوضى وحين ميسرة ودكان شحاتة وده كف القمر، وفي قبل كده كان الكفيل بس لسه وقته ما جاش. احنا بقينا دويتو خلاص، احنا بنشتغل مع بعض دويتو، يعني هو لقاني وانا لقيته وبنشتغل مع بعض بشكل في يعني اقرب للعيله. وده اصلا اللي علمه لنا يوسف شاهين، انه دايما اللي بيشتغل معاهم اقرب لعيلته. يعني حامد حمدان الله يرحمه كان معاه، وكان معاه احمد قاسم، وكان معاه فاطمه عبد الوهاب، وكان معاه يسري نصر الله، وكان معاه خالد يوسف، وكان يعني اقصد بيعمل عيله. وكذلك خالد يوسف دلوقتي عنده العيله بتاعته، يا رب تثمر ان شاء الله. لا انا بشتغل سيناريست، ماليش اي علاقه على فكره ما اتلغاش ليها اي مشهد، بالعكس. الاستاذه غادة عبد الرازق دي فنانه كبيره، عملت نجاح قبل كده في دكان شحاته، كان دور الاخت، وكان دور نفس الدور بتاع المره دي. هي غاويه، يعني هي بتحب التمثيل، فما فيش حاجه اسمها لغى او ما لغاش، ده كلام مش حقيقي. ما حدش يعرف ياخد بطار ابوكم غيري. خلي رجالتك انتوا خلقوك قدام عينيك.
يا اخر مره هقول لك فيها، ما عايزك تشوف. روح لوحدك يا سكري. البيت محتاج اخوات، فيش يد واحده هتعرف تبنيه.